عندي بسكوت النشادر بمقادير مظبوطة 100%. إن شاء الله تنجح معاكي. عندي كيلو دقيق، عليه معلقة بيكنج باودر كبيرة. هخلي الدقيق على جنب دلوقتي. عندي كوباية ونص سمنة، عليهم كوبايتين سكر بودرة، واخلطهم ببعض. اضربهم بقى بأي حاجة، بإيدك ماشي، عندك مضرب ماشي، بمضرب اللي هو اليدوي دوت ماشي. انا عن نفسي ده عملته كله يدوي، كله بالايد. بتضربي بقى السكر والسمنة، تضيعي خالص السكر، بحيث ان انت تدوبي السكر. بالتنيكي تضربي فيها لغاية لما يبقى كريمي. هو بياخد منك وقت ضرب شوية، مش مشكلة. ممكن تحطيه في خلاط، شفشق الخلاط وتضربيه عادي برضه. بص بيضت ازاي، بص ان هو بقى اللون فتح. ده كله يدوي طبعا من غير اي حاجة. عندي 3 بيضات بنزل بيهم. هو المفروض انزل بيهم واحدة واحدة، بس هما وقعوا من الطبق. بنضرب برضو، بنضرب شوية لغاية لما نضيع البيض اللي احنا نزلنا بيه. والبسكوت ده على فكرة ناجح جدا، بسكوت النشادر ده. بنزل بفانيليا البرتقال. لو عندك بشر برتقال ممكن تحطي، انا عندي بشر برتقال بس نسيت احط. بنكمل ضغط. بستنيكي تضربي لغاية لما هو فتح معانا، يعني اللون فتح. تانيكي تضربي فيه لغاية لما تضيعي البيض وتضيعي القطة. عندي نص كوباية لبن دافية على معلقة صغيرة نشادر. بحط معلقة صغيرة، مبحطش معلقة كبيرة علشان ما تضيعليش رسمة البسكوت. بقعد انزل بيهم على الخليط. نص فنجان اللبن، عليه معلقة النشادر، بنزل بيهم على الخليط اللي عندنا واضرب ما استمر في الضرب. نزلت بيه. بنضرب بقى، بنضيع اللبن والنشادر. تاني كده تضربي لغاية لما تضيعي اللي انت حطيتيه. عندي بعد كده انا حطيت رشة ملح. جبت بقى اللي هو المواد الجافة، اللي هو الدقيق وعليه معلقة البيكنج باودر. حطيت عليه رشة ملح، حطيت عليه نص فنجان، نص كوباية نشا. النشا حلو، بيخلي البسكوتة كده ناعمة وحلوة. بس هنزل عليه بقى بالخليط. انزل عليه بالخليط اللي عندي. بلم بقى، يعني تلمي البسكوت مفيهوش عجن ولا حاجة. تلمي علشان ما يعملش عرق. بتنيكي تلميه لغاية لما العجينة تتشكل. بس كده العجينة اتشكلت، والعجينة بتاعتها طرية وحلوة كده، مش يعني يعني ملمسها طري وجميلة بصراحة. بس بتقطعيها. انا كسلت ان انا اجيب المكنة، عملتها قطعتها بأم. يعني انت لا انت هتستخدمي أم الحلواني ولا هتستخدمي مكنة. هي لو عندك بلبلة اللي هي بتاعت الحلويات دي،
لو عندك البلبلة المبططة بتاعت البسكوت هتعملي بيها، ولا احتجتي ولا احتجتي ملح. بس هدخله بقى الفرن يستوي. والبسكوت ما بيحتاجش نار عالية، النار هادية. يعني انا مهدياله النار، مش مخليه النار عالية. بس طلع بصراحة جميل والله. يعني بسكوتة ناعمة، دخلت الفرن وخرجت بنفس الرسمة، ما ساحتش ما نفختش زيادة عن اللزوم، لا بنفس الرسمة. بسكوتة